السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده هعمل معاكم فيديو بقى، مش اكل ولا حاجه، لا هي مشتريات جبتها عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا متعوده كل سنه في رمضان اجيب حاجه جديده، بس كنت بجيب اطباق، اجيب كوبايات، اجيب اطقم مثلا للخشافه. بيني وبينكم عندي كتير قوي ما شاء الله، فقلت لا بلاش، والحاجه كمان غليت، فقلت اجيب حاجه اكون انا محتاجاها اكتر يعني. فجبت اول حاجه الصينيه دي سيليكون، زي ما انتم شايفينها حجمها كبير. انا عندي واحده بس حجمها صغير. دي يا حبايبي بتنفعني لما بكون عامله حاجه في القلايه الهوائيه، وعشان ما اوسخهاش ويبقى كلها دهون وكل يوم وتاني اغسلها تتقشر، فبحط فيها بتشيل اي شحوم بتنزل في الصينيه، وبعد كده بغسلها. انما لما بعمل في نفس الحله نفسها، الحله طبعا بيبقى فيها دهون وبتاخد وقت في الغسيل ونقع، والنقع بيأثر على الماده بتاعت الدهان اللي بتتقشر. فانا كنت جايبه واحده قبل كده صغيره، انما دي حجمها كبير. يعني دي ممكن تاخد كيلو بطاطس مثلا تحمريها براحتهم، ما يبقاش البطاطس متكدسه على بعض. ممكن تاخد فرخه كبيره برضو براحتها قوي. ممكن تاخد نص كيلو بانيه براحته. ممكن تاخد سمكتين او 3 برضو براحتهم. يعني حجمها كبير فعجبني. دي صينية سيليكون. انا كنت جايباها الصغيرة كانت ب35، دي جبتها ب55 جنيه. دي بالنسبة للصينية السيليكون. وجبت يا حبايبي قطعت البيتزا دي، انا مش فاكرة بكام، بس هي برضو غالية. الحاجات دلوقتي غالية جدا، يعني مش فاكرة بالظبط بكام، بس هي غالية. جبت سبحان الله الكوباية دي كانت عندي زمان، اللي هي بتاعت الدقيق، اللي هي المنخل. كانت عندي زمان قوي، يمكن من 10 15 سنة، ورميتها، بس كنت جايباها اكبر من دي. وشفت دي كذا مرة في المكان اللي انا اشتريت منه، واقول لا، ما انا كانت عندي ومش مش هجيبها، وكانت رخيصة جدا. يعني ما كانتش معدية ال 20 30 جنيه، اللي انا جايباها ب 135 دلوقتي. بص الفرق بقى. وبعدين انا جبتها لسبب، لما باجي انخل حاجة في المنخل اللي هو ابو يد ده، بساعات بيقع مني في الطبق، ما بيبقاش لامم الدقيق كويس، الدقيق بيتبهتر. فدي بتبقى حلوه انك انت لو انت بتعملي كيكه مثلا محتاجه تزودي شويه دقيق، بتكوني معبياها شويه دقيق، وبتروحي عاملاهم في الطبق اللي انت بتعملي فيه. دي بالنسبه للحاجه التانية. الحاجه التالتة بقى هي اكبر شويه، دوت هاند بلندر. بس يا حبايبي يعني انا روحت، الاسعار غاليه جدا. ده معقول وكان عليه عرض. هي شركة غريبة أوي، أنا أول مرة أسمع اسمها، شركة مصرية. فالراجل قال لي علشان الضمان وقطع الغيار، فأنا بحب أجيب أي حاجة قطع غيار مصرية يعني. مش عارفة اسمها فيولت دي، معرفش يعني، أنا أول مرة أسمع عنها. أهي حتى مكتوب عليها أهي بالإنجليزي فيولت. فمش عارفة، أنا أول مرة أسمع عن الشركة دي، بس هي شركة مصرية. كانت حتى مكتوب في الجنب صناعة مصرية. هي مكتوبة هنا اهي تحت اهي صناعة مصرية. فانا جبت دي على اساس. وبعدين بيقولك ليها قطع غيار بعد كمان الضمان سنة، ليها بعد الضمان كمان غيارات قطع غيار. هي بصوا يا حبايبي، طبعا عارفين انتوا الهاند بلندر، هي ليها كوباية اهي اللي احنا بنعمل فيها اذا مثلا عاوزه تضربي حاجه عصاير، تعملي مثلا كريم شانتيه، تعملي اي حاجه خفيفه. ده الشفشق بتاعها، وده الايد اهي، وده الدراع بتاعها. هي يعني قوتها 500 وحاجه. فالراجل بيقول لي هي حلوه، بيقول لي هي جميله جدا ويعني تكفيني. انا عندي واحدة تركي كنت جايباها بقالي حوالي اكتر من 10 12 سنة، وكنت جايباها ب200 بس، ما كانتش يعني غالية قوي. وبصراحة استعملتها، هلكتها كتير، وكذا مرة يقع مني اللي هو الدراع ده فتأثر. بقت الماسورة اللي هي هنا دي، اللي هي عند السكينة، بقت الماسورة تتخلع تقع.
وديتها الناس مره صلحوها لي، وبعد كده ما كل واحد يقول لك لا ما تنفعش تصلح. انا بستغل بقى الدراع بتاعها اللي هو بتاع القديمه اللي عندي، احط عليه عندي واحده زي دي بتاعت كبه برضو تركي، بحطها عليها واستعملها، بس برضو زيها ضعيفه. فقلت اجيب بقى واحده ايه سلستين كده حلوه شويه اغلى، هي مش غاليه قوي يعني، هي في الوقت اللي احنا فيه ده تعتبر مش غاليه. دي ب550 بس عليها عرض، يعني دي عليها عرض بقت ب550، هي تقريبا كانت ب700. فالراجل قال لي يعني هو اللي يعني رشح لي ان انا اجيب الموديل ده، وقال لي انا عارف الشركه دي كويسه وهتخديها يعني هترتاحي فيها. فجبتها وجبت ده بديل السيراميك. دورت على ان اجيب، انا متعوده احط جنب البوتاجاز اي منظر كده، عشان عندي السيراميك بتاعي كنت لازقه فيه ستيكر ومبقاش يطلع لازق في السيراميك، فبتملي بحط منظر كده جنب البوتاجاز. فما لقيتش اي اشكال من اللي هي عليها الفاكهه والحاجات اللي كنا بنجيبها زمان دي، مش عارفه في ايه، واولا عشان ما بخرجش ما بلفش يعني. فدوت اللي هو البديل السيراميك، بصوا مقاسها كبيره قوي. فجبت 2، قلت يا بيشو انت قاعد جنب الحاجه يا بيشو. بيشو ده زانق نفسه في كل حاجه اهو يا حبايبي. جبت 2 وهو ده المنظر اللي لقيته عجبني، فيه فاتح قوي. فقلت لا عشان ما يبانش عليه اي زيت او دهون، انا ما بعملش حاجه بزيت عامه، بس قلت ايه ما توسخوش بسرعه. فجبت 2 اهم مساحتهم، بصوا هجيبهم لكم على جنب. ده بديل السيراميك، يعني 2 هيغطوا لي الجنب. جبت 2، الواحده ب45 جنيه، يعني هم غاليين. يعني لما بجيب الاستيكر مثلا 5 متر و6 متر بيوصلوا مثلا 60 جنيه ولا 50 جنيه، لا دول الاتنين ب90 جنيه. احط واحده جنب البوتاجاز كده وواحده جنب البوتاجاز من ورا، عشان انا عندي الازاز بتاع غطا البوتاجاز اتكسر، فما عنديش ايه ازاز، فبحطه على السيراميك. اما احطه ان شاء الله هتشوفوه. يبقى كده اوريكم الحاجات البسيطه دي اللي هي الهاند بلندر والصينيه السيليكون، وقطعت البيتزا، وبتاعت الدقيق دي. دول اللي جبتهم المره دي. وفي حاجه بقى تانية او هعمل لكم عليها ريفيو، بس هعملها على القناه التانية. فرن كهرباء، انا برضو عندي فرن وجبت واحد جديد حديث اللي هو بالمروحه، فان شاء الله هنزله لكم على القناه التانية. يا رب تعجبكم حاجات البسيطه دي اللي جبتها في رمضان. انتوا عارفين اسعار غاليه، فانا قلت اجيب حاجات استفاد بيها بدل ما اجيب كوبايات واجيب اطباق، وانا عندي الحاجات دي كلها. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.